ده عم سيد ضحية القهر ووجع القلب. عم سيد كان بيشتغل فرد امن في النادي الاهلي فرع مدينة نصر. عم سيد زي ناس كتير غيره يا دوب ماشية معاه بستر ربنا، مش ماشية بالمرتب، لانه كان بيقبض اقل مرتب ممكن يتقبض اصلا. عم سيد زي ناس كتير مرتبه يا دوب بيروح للديون اللي عليه كل شهر، والشهر ده كان داخل عيد فطلب سلفة على مرتبه من شغله اللي بيديله وقته كله وحياته كلها. طلب من مديره 4000 جنيه فوق مرتبه هيسددهم اقساط مع المرتبات اللي جايه اللي هيديهم من وقته وعمره وحياته كلها، عشان يعرف يجيب كام كيلو لحمه لعياله وما يحسسهمش انه اقل من حد ولا يبقى مكسور قدامهم. والأضحية دي حلم بعيد المنال بالنسبه له، ولكن ليس عند الله محال. المهم ان المدير قال له وقت القبض هدي لك السلفه، ولما جه وقت القبض المدير قال له معلش ما عرفتش اخلص لك السلفه. النادي الاهلي جه على السلفه بتاعت عم سيد وفلس، وممكن تنزل لك بعد 10 ايام، يعني بعد ما خلاص ما يبقاش ليها لازمه. المهم عم سيد روح مقهور بمرتبه اللي مش هيمسك منه ولا جنيه بعد ما يسد اللي عليه. وبعد ما اتبخر مرتبه في الديون دخل على مراته اللي مستنيه السلفه زيه بالظبط، قال لها معلش السلفه ما نزلتش واستحملي معايا شويه. المهم عم سيد دخل ينام للاسف وما لقاش حد يقول له هو كمان كلمتين يصبروه على المرار اللي هو فيه. عم سيد ما استحملش كسرة النفس ودقت بيه الدنيا وحس بخنقه وضيق في النفس، وفورا اتنقل للمستشفى عشان يتوفى قبل ما يدخل للمستشفى. ومات عم سيد بسبب زعله وقهرته وقلة حيلته قدام متطلبات الحياة اللي عايزة كتير جدا بالنسبة له عشان بس يعيش في أبسط الظروف اللي ممكن يعيش بيها أي إنسان عادي وتحت العادي كمان. وهو للأسف مرتبه كان قليل جدا ومش مكفي أبسط احتياجاته كإنسان صاحب بيت وعنده أسرة. مات عم سيد عشان 4000 جنيه استخسرهم فيه مدير أمن في نادي فيه لعيبة بتقبض ملايين، والنادي نفسه بيحقق مليارات من الإيرادات سنويا، وكل اللي بيظهروا قدام الكاميرا في النادي أكيد مرضيين ومش محتاجين لسلف. أما بقى اللي زي عم سيد الراجل الغلبان يموت عادي ملوش تمن، ما بيحققش إيرادات، ما بيجيبش جوان، ما بيجيبش مشاهدات. تفتكروا في كام عم سيد راحوا ومحدش سمع قصتهم ولا حد اتكلم في حقهم بعد ما راحوا؟ وكام عم سيد كاتم في قلبه ساكت ومش قادر يعمل حاجة وسط المرار اللي هو عايش فيه؟ وكام عم سيد لسانه دلدل عشان مرتبه يزيد شوية لأن الدنيا بقت غالية جدا، وفي الغالب معظمهم بيبقى شغال في مؤسسات فيها ناس بتقبض مليون ضعف مرتب عم سيد، وبرضه المرتب بتاع عم سيد ما بيزيدش، أو لو زاد بيزيد بنسبة لا تتعدى 1% عن نسبة ارتفاع الأسعار اللي مش رحمة الناس. ربنا يرحم عم سيد اللي مات ويرحم كل عم سيد عايش ومفيش بإيده حاجة يعمل عشان 4000 جنيه استخسرهم فيه مدير أمن في نادي فيه لعيبة بتقبض ملايين، والنادي نفسه بيحقق مليارات من الإيرادات سنويا، وكل اللي بيظهروا قدام الكاميرا في النادي أكيد مرضيين ومش محتاجين لسلف. أما بقى اللي زي عم سيد الراجل الغلبان يموت عادي ملوش تمن، ما بيحققش إيرادات.